وعدتك ان اسوي معاكم الكيكه اللي فيها جبن وزعتر، حاليه ومالحه تينن ما يخالف، وكنت بسوي كيكه الكاكاو ما يخالف. انا احب الكيكه هذه وايد احبها، وخاصه لما اي صلاله لازم اسويها برتقال وسهله بمكونات سهله بيضتين. يعني الحين شفتوا الكيكه هذه، المكونات هذه تقدرون تسوونها كاكاو، فانيليا، اللي تبون، من غير برتقال، ليمون، بهالمكونات نفسها، بس تغيرون النكهات. فانا احبها كذي مع شوفوا شرايح البرتقال مع القشر، معون بايركس او معون اي معون فرن تحبونه. حطيت زبده، حطيت ورق زبده بالماعون الفرن. الحين انا بمشكله، البرتقال حطيت رشه سكر نسيت. المشكله اللي انا فيها الله يسلمكم، الافران اللي عندي ما ادري عاد انا يا اني ما اعرف لهم، هم فرنين نفس الشيء وسالم شاري. انا قلت له قاعده اشوف ما ينفتح بس تحت، ينفتح تحت وفوق مع بعض بدون مروحه، تحت وفوق مع بعض بمروحه، فوق بروحه وفوق مع مروحه. تخيلوا تحت بروحه ما فيه. غريبه. انا الحين بسوي الكيكه والله يستر، ما ادري عن الفرن. تخيلوا ما ينضبط معي، شو اسوي؟ غريبه صدقون. المهم نصفف شرايح البرتقال واحلى كيكه. بيضتين، كوب سكر او كوب الا ربع سكر، كوب عصير برتقال، ربع كوب زيت عادي، بشر برتقال قفشه كذي، قفشتين عادي، فانيليا اذا تبون. هذا مال البرتقال هم راح احطه. طحين كوب ونص، ملعقه كبيره بيكنج بودر. هذه مكوناتنا راح اكتبها لكم. سووها باي نكهه تبونها، تكون كيكه كذي تذوب ذوبا. نحط بيضتين ونخفق شوي، بعدين نحط السكر. هذا وايد، انا راح احط كوب الا ربع، ما ادري سالفه الذبان عليه. بالخريف وايد في ذبان ترى، ها. المهم بيضتين وكوب الا ربع سكر، تخفقون 4 دقائق. بيضتين، كوب عصير برتقال، وربع كوب زيت، وشنو، وهذا بحطه بصراحه ما راح اقطه. ونحط بشر البرتقال اللي سويته ونخلط. الحين خلاص تخلطون دقيقة واحدة فقط. أنا ضفت شوية فانيليا. الحين خلاص كوب ونص طحين، وملعقة هذه كبيرة مالت الأكل بيكنج بودر، وتنخلون. أنا استخدمت الأكواب المعيارية. كوب ونص طحين، تحطون الطحين على 3 دفعات. أنا حطيت مرة، الحين هاي ثاني مرة. وتخلطون، ما تخلطون وايد، تحطون الطحين على 3 دفعات. أنا حطيت مرة، الحين هاي ثاني مرة. وتخلطون، ما تخلطون وايد. ونصب الخليط، شوفوا، على البرتقال. الحين شنو نقول إن شاء الله الفرن يضبط كيكتنا. شوفوا، نقول بسم الله، وحطينا كيكتنا. شوفوا فوق حار، ما ابي اطول وايد عشان تنضبط. شوفوا انا اللي اقصده هني فوق وتحت،
وهني مروحة، هني من غير مروحة، هني بس فوق فوق. للحين الأمور شوفوا طيبة. ما راح أفتح الفرن الحين، بس والله خوش شيء مبين إنه كملي إنه فوق وتحت مع المروحة، لأن المروحة توزع الحرارة. أوكي أنا ماسكة العود عشان أجرب من الداخل بعد شوي. لا أقول لكم عن الريحة والله شيء شقول وش أحكي. الحين كذي أوكي إن شاء الله من الداخل أوكي. المفروض البرتقال يتحمر وايد، بس أعتقد كذي كيكتنا مستوية. وهذه كيكتنا. شوفوا الكيكة حتى لما طلعتها ما خفقت، يعني ما نزلت. لكن شنو، أنا قلت لكم الفرن ما يشب بس تحت. مرة ثانية ما راح أحط ورق زبدة عشان أنا أبي البرتقال مع السكر شنو يتكرمل. هني تعال خلي تحت، خلي شوفوا تحت. شوفوا تشوفون البرتقال شلون. لازم ما احط ورق زبده، ما يخالف عادي. المهم ان كيكتنا مبين انها ولا قلطه. اقول لكم على الريحه. يلا اقلبها وارجع لكم. طبقوها سهل. شوفوا شوف ايش حلوها تينن كذي. بس ما راح اغطيها الحين، لازم اراويكم اياها من الداخل. الحين بعد الكيكه بسوي دياي بالفرن، قاعدين يجهزوا لي. لازم اراويكم اياها من الداخل. صدقوا لو مو قلبتها احسن. لا مو بسكين. انتو معاي باللوية اللي انا فيها، وانتو معاي. كيكة نادية لذيذة. جريس وقفي شوي، خلصنا عشان اراويهم من الداخل. يلا شوفوا هذه الكيكة، شوفوها من الداخل. هذه الكيكة المكونات هذه اللي كتبتها لكم، لو شنو راح تنضبط كيكتكم، ما راح تغلطون فيها. انا لاحظت هالنقطة. تخيلوا كوب ونص طحين، بيضتين، ربع كوب زيت وسكر، عاد الاضافات كاكاو ليمون كيفكم، كله تنضبط. او تسوون كيكتين وتحطونهم بينهم كريم، هذا اللي فيهم كريمات وسوالف. لكن الكيكه تينن. تعرفون يعني شنو تينن؟ الحين بحط حق ابو سالم علشان ياكل، بحط